السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا متابعين عاملين ايه؟ فيديو جديد من فرح جمهورية احمد وامل. طبعا كلنا في الفرح، كلنا شفنا دخلة عبد الله ابن الكويت، ولكن في الفيديو ده احنا هنناقش الحقيقة الكاملة ورا اختطاف احمد. ايه الحقيقة الكاملة ورا اختطاف احمد؟ طبعا كل ده مقلب. ممكن يكون احمد مش متفق مع حد من عيلته، او يمكن يكون ما يعرفوش، الله اعلم. ولكن في الفيديو ملاحظين هدوء غير طبيعي لهايدي اخت امل، وطبعا ملاحظين ان عادل اخو سماح بيصور بكل هدوء، وكمان ملاحظين ان طارق ابن خالة حلمية بيصور. حتى انا قلت له يا طارق، على فكرة ده لو كان احمد مخطوف بجد انت كنت اول واحد هتجري ورا العربية، مش هتبقى واقف بتصور يا طارق. الكل كان بيصور. للحظات فعلا انا فكرت ان احمد اتخطف، بس لما جيت فكر شفت احمد، خصوصا ان احمد وهو طالع على باب القاعة وقف حوالي 10 دقايق، 10 دقايق وأكتر من 10 دقايق. أحمد واقف على باب القاعة بيستنى العربية، وعربية أحمد وأمل موجودة بالفعل. يبقى أحمد ما كانش بيستنى عربيته، أحمد كان بيستنى العربية اللي هتنفذ المقلب، لأن عربية أحمد وأمل، جمهورية أحمد وأمل، ما اتحركتش من قدام القاعة. لكن العربية اللي كان هيتنفذ بيها المقلب أو اللي هتخطف أحمد ما كانتش وصلت لسه. فأحمد ساب أمل للحظات ودخل، ساب امل وجاب بابا جمال يقف جنبها ودخل جوه. دخل جوه، الله اعلم كان معاه فون لحد او بيكلم حد، او يمكن العربيه اتاخرت عليه اللي هتعمل المقلب. مبدئيا كده احمد صارف ومكلف، و فهو يعني مبدأ، والكل صور في الفرح، فكان لازم حاجه تبقى ترند. كلنا اول ما شفنا دخلة عبد الله من الكويت قلنا خلاص ده عبد الله، هي دخلته ترند، البادي جارد اللي معاه بكده، ده الترند. لا، لكن احمد بذكائه كان ليه مخطط تاني خالص. كل القنوات نست الفرح ونست العروسه ونست القنوات اللي كانت هتنتقد مثلا نقاب العروسه، لا هتنتقد عيله احمد وامل، لا معرفش ايه، بس بصراحه العيله كانت ضيافتهم لنا روعه. القنوات كلها اتكلمت على مين؟ على خطف احمد. شايفين هدوء هايدي؟ شايفين هدوء هايدي هدوءها مبالغ فيه هي وجوزها. يعني معنى كده ان هي يعني متفهمه ان ده مقلب. هايدي متفهمه اخت امل ان ده مقلب. وانا والله قاعده اقول ايه، امل لا ما تزعليش ما تزعليش يا ماما فاديه، ده مقلب اكيد، احمد عامل فيكم مقلب، وممكن يكون ما قالهمش عامل المقلب ده من غير ما يقول لهم، عامل منه لتلقاء نفسه كده. ولكن هو فعلا مقلب. حتى عادل اخو سماح كان بيصور وهو واقف جنبي، وانا اقول طالما عادل بيصور اهو، خلاص عادل بيصور يبقى ده مقلب. كمان كانت في ناس واخده وضعيه ان هي تصور من ناحيه من بره القاعه خالص، من ناحيه الحديقه. وكمان يا جماعة لو ده فعلا بالفعل هو اتخطف، احنا على طريق المركز، يعني 5 دقايق وأقل من 5 دقايق هيبقى في المركز وهيقلبوا، الشرطة هتيجي وهتقلب الدنيا. لكن الشرطة ما جاتش، ولا في أمن ولا في أي حاجة، يبقى بالتأكيد ده مقلب. وأشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.